يا ترى ايه اللي بيحصل دلوقتي في سوق العربيات بعد حرب ايران وامريكا وحاله عدم الاستقرار اللي موجوده على الكوكب؟ رقم واحد، بدايه زياده الاسعار. عندك الالنترا الايدي زادت من 25 ل 26 الف جنيه، الشنجان الايدو زادت 25 الف جنيه، ودي زادت اساسا قبل ما حد يستلمها. رقم ثلاثة، شيري بالصلاه على النبي كده راحت نازله بزياده على طقم عربيتها من 15 ل 75 الف جنيه، والحبل على الجرار وكل اللي جاي رفع. رقم اتنين، العروض اللي كانت موجوده زي عروض الكاش باك وعروض التقسيط بدون فوائد ابتدت تختفي او بالفعل اختفت. رقم ثلاثة بقى، هتبدا ترجع ظاهره الاوفر برايس اللي احنا مصدقنا خلصنا منها، زي الاوفر برايس اللي موجود دلوقتي على الام جي جي تي. رقم أربعة بقى حبايبنا بتوع العربيات المستعملة، ودول طبعا مش محتاجين وصاية، دول هيرفعونا وقتي، على الرغم إن في منهم ناس محترمة كتير، بس للأسف الأسوأ هو اللي أكتر. فنصيحة مني بقى، لو عاوز تقفش عربية انزل اقفشها وقتي قبل ما الأوضاع تتدهور أكتر من كده. وللأمانة يا جماعة الموضوع خارج عن إرادتنا، الحتة بتاعت الخليج خربانة بزيادة، والله أعلم حواراتهم هتخلص إمتى. سلام.